طلاسم وحروز، شعوذة، جداول وعبارات غريبة، صور لأشخاص، كتب روحانية تعود إلى مئات السنين، تتضمن تعويذات وعبارات يصعب قراءتها وحتى نطقها. كل هذا تم ضبطه بعد توقيف امرأة مشبوهة أمام مدرسة ابتدائية بقرية بومعرف السبت بطاورة. تبين أنها تعمل لحساب شيخ سبعيني يمارس طقوسا غريبة. كتب أخرى تستعمل في كتابة طلاسم، أدوات عبارة عن مداد مصنوع من مادة الزعفران والصوف، وأقلام مصنوعة من خشب القصب. تستعمل في قطعة قماش بنفسجية اللون وخيط أبيض اللون بطول حوالي 50 سنتيمتر. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة طاورة، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة طاورة من أجل الجنح